أول امبارح حصل حاجة غريبة جدًا، وهي تقريبًا نُص المواقع العالمية وقعت في نفس اللحظة، وده كله بسبب شركة واحدة بس اسمها Cloudflare. قبل ما نقول إيه اللي حصل، تعالوا نفهم الأول يعني إيه أصلًا Cloudflare. Cloudflare دي شركة بتقف في النُص بينك وبين أي موقع بتفتحه. يعني لو بتدخل على أي موقع في أي مواقع من مواقع العالم، لازم الطلب بتاعك يعدي على Cloudflare في الأول. طب إيه هو فايدة Cloudflare؟ إن هو بيحمي الموقع بتاعك من الهجمات، وبيسرع الداونلودنج أو بيسرع المحتوى بتاعك، وكمان بيخلي المحتوى بتاعك ثابت وما بيقعش، أو الويب سايت ثابت وما بيقعش. تمام، يعني من الآخر Cloudflare دي حماية وليها علاقة بالأداء وتحسين الأداء. علاقة ده بإن نُص الإنترنت أو نُص المواقع العالمية تُقع في نفس اللحظة، اللي بيعملوا حاجة اسمها CDN. إيه هي الCDN دي؟ دي يعتبر شبكة سيرفرات منتشرة حوالين العالم. هدفها إيه؟ هدفها ببساطة لمّا تيجي مثلًا تطلب موقع، الموقع ده في أمريكا، فهو أنت مش مضطر تبعت الطلب بتاعك لحد أمريكا، فأنت ممكن يبقى الطلب ده يروح لأقرب سيرفر ليك في مصر مثلًا، لو أنت في مصر. يعني كده Cloudflare مش مجرد حماية وperformance بس، لأ ده هو كمان CDN وDNS، وكمان يعتبر firewall، فهو بيستخدم في كل المواقع العالمية. يعني مثلا لما الدنيا وقعت بتاعت Cloudflare فوقعت الأخبار والألعاب، برضو الشات جي بي تي، كل المواقع تقريبا اللي بتستخدم Cloudflare فهي وقعت. طب ايه اللي حصل اصلا خلى Cloudflare تقع تكنيكالي؟ هو ان الراوتنج سيستم بتاعهم كان فيه مشكله، فبالتالي اي ريكوست انت بتبعته فبيطلع لك ايرور، بيطلع لك ال 404، بيطلع لك اي مشكله ان انت مش هتقدر تكمل، لان هو مش عارف يبعت الطلب بتاعك للمحتوى اللي انت محتاجه بالظبط. فده يعتبر اللي وقع الدنيا، وده كان سبب العطل المفاجئ اول امبارح. طيب هل في بدائل لكلاود فلير؟ ايوه، في الامازون وفي المايكروسوفت وفي لجوجل، وفي شركه كمان اسمها فاصلي تقريبا كنت سمعت عنها. فليها بدائل كتيره، بس الفكره ان كلاود فلير هي ارخصهم. قول لي في الكومنتس، هل انت سمعت قبل كده عن كلاود فلير؟ اللي استخدمتها قبل كده في شغلك ولا لا؟